يا مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن فيديو عملي في السكيورتي تيستينج. أول حاجة إن احنا هنتكلم عن الثغرة الأشهر في العالم، وهي ثغرة ال SQL injection، يعني حقن بيانات القواعد. وهنشوف مع بعض ازاي الهاكر بيكسر السيستم، وازاي احنا ك QE بنكتشفها ونقفل الباب ده. زي ما انتم شايفين الموقع اللي قدامنا ده موقع بنك وهمي مخصص للتست. احنا هنا واقفين في صفحة الساين ان عادية جدا. الطبيعي ان المستخدم بيكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعه، والسيستم بيتأكد منهم في قواعد البيانات الداتابيز. لكن الهاكر مش بيعمل كده. الهاكر بيستغل ان الفيلد دي مش مؤمنة، وبيكتب كود برمجي خبيث. فاحنا بنجرب الكود اللي هو بيكتبه في اليوزر نيم، وبندخل الباسورد اي حاجة، وبنشوف اللي بيحصل. زي ما انتم شايفين انا لما دخلت ظهر لي قال لي هلو، ودخلني على الادمن يوزر. يعني دلوقتي انا متحكمة في كل حاجة. يعني انتم متخيلين؟ شايفين الكارثة؟ الموقع فتح ودخلنا على طول على حساب الادمن، وظهر بيانات العميل بالكامل. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ ببساطة السيستم اخد الكود اللي انا كتبته ونفذه. خلونا نكتبه مع بعض تاني. خلونا نعمل ساين اوف. تمام. ساين ان. يجي هنا في اليوزر نيم بنكتب الكود ده. شايفين؟ اي حاجة، ونعمل لوجن. شايفين؟ بكل بساطة. ولا قال لي الباسورد صح ولا مش صح. ليه؟ لان السيستم اخد الكود ده ونفذه جوه الداتابيس كانه امر برمجي. جمله واحد بيساوي واحد في البرمجه هي شرط دايما صح، ترو. وعلامتين الداش اللي كانوا موجودين دول لغوا وعملوا بلوك للجزء بتاع ان في تحقق من الباسورد. تمام. فقاعده البيانات قالت للسيستم تمام اليوزر ده صح، فدخل على طول. طيب احنا كسوفت وير كيو اي دورنا ايه عشان نمنع الكلام ده؟ يعني ان احنا بنختبر الفيلد ونضمن ان السيستم بيرفض تماما دخول الحروف الخاصة زي السنجل كود او الكلمات المحجوزة للاس كيو ال، زي مثلا الاو ار او الاند وهكذا. تاني حاجة بنتأكد ان الديفلوبر بيستخدموا البارامترايز. يعني دي الطريقة اللي بنختبر بيها قاعدة البيانات، انها تشوف اي كلام بيكتبه اليوزر كتكست عادي، مستحيل يتنفذ كأمر برمجي. تمام. خلونا نراجع تاني من البداية. يبقى اول حاجة عرفنا الثغرة، ان انا بعمل تمرير للاوامر داخل الحقل. تمام. عشان ينفذ. طيب تاني حاجة نقاط الضعف. اي فلت ادخال يتفاعل مع قاعدة بيانات، او تسجيل الدخول او الرابط، اي حاجة بيبقى هدفها اشوف الثغرة دي. طيب الخطورة زي ما احنا شفنا، انا لو هاكر مثلا ودخلت خلاص انا وصلت لكل حاجة، هسرق البيانات، هسرق الحسابات. ان انا كمان لو احنا هنا اخدنا بالنا، عندي حاجة اسمها edit user. عندي حاجة هنا اسمها edit user. عارفين يعني ايه؟ يعني الهاكر يقدر يدخل يعدل او يحذف حسابات مستخدمين تانيين لو انه واخد كل الصلاحيات. انا ادمن. تمام. فان انا اقدر امرر، اقدر ادمر، اقدر اعمل كل حاجة. طيب وعرفنا الكود اللي احنا استخدمناه. اول حاجة سنجل كود، وبعدين سبيس مسافة، ونكتب او ار سبيس، بعدين واحد يساوي واحد سبيس اتنين داش. تمام. وعرفنا ان الكود ده هو المفتاح. انا خلاص عرفنا ان واحد يساوي واحد ده معناه انت بتدخل حاجة صح، ترو. طيب والاتنين داش ده معناه الغي كل الباقي، والغي ان فيه صلاحيات، الغي اللي فيه تحقق على الباسورد. طيب ده الشرح اللي انا لسه قايلاه، شرح كل حاجة في الكود بالظبط. تمام. تمام. النتيجة ان الهاكر بيدخل كمستخدم عادي جدا، ويقدر يوصل للداتابيز، وان هو بياخد الادمن، وكل ده من غير ما يعرف الباسورد. طيب عرفنا ايه اللي خلاه يلغي الباسورد، علامتين الداش اللي كانوا في الاخر. طيب ازاي بيحصل الهجوم ده؟ دخلت حاجة كود مثلا نسميه كود خبيث، عمل استعلام
بعدين نفذ ووصل. طيب التطبيق العملي اللي احنا عملناه ان احنا استخدمنا الموقع ده، وهو موقع ديمو يعني للتست، عشان يساعدنا ان احنا نتعلم ونجرب ونغلط ونتعلم ونغلط ونتعلم. مفيش حد بيوصل من اول مرة. تمام. الهدف اللي انت لازم تطبق بنفسك، ولازم تطبق عملي وتطبق بايدك. واحنا عرفنا دورنا ك QA، ان انا اول حاجة الانبوت فاليديشن زي ما اتكلمنا، وتاني حاجة ان انا بجبر قاعدة البيانات على معاملة المدخلات، يعني اي حاجة انا بكتبها انت تعملها كتكست، مش امر برمجي تنفذه دلوقتي. ودي الخلاصة، وبس كده. سلام.